انظر إلى أنبياء الله وكيف كان ظنهم بالله في أشد المواقف وأعظم الخطوب، ما يتغير ظنهم بالله. إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما جمع له المشركون تلك النار العظيمة وأحرقوه فيها أو ألقوه فيها ليحرقوه، كان آخر ما قال كما في صحيح البخاري عن ابن عباس أنه قال: حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. ظن عظيم بالله في هذا الموقف الشديد، في نار مضرمة عظيمة وأعداء كثيرين ألقوه في تلك النار، فواجههم هذا النبي الكريم بهذه الكلمة العظيمة: حسبي الله ونعم الوكيل. قال الله سبحانه: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين.